السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم دايما في الله. تعالى نعمل بقى ايه فيديو جديد واكل كده سهل جدا جدا، خش اي وقت. ولو انت عندك الحاجة دي هتعملي، ما عندكيش يعني نخلي فيها اي حاجة. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل صينية يعني حاجة كده تحبيشات جميلة. هنبدأ كده بسم الله وتشوفوه معايا. دلوقتي انا حاطة المية وهتغلي، واحط فيها بس معلقه ملح صغيره، وعندي بقى قرنبيط حطاه في الفريزر. حطاه في الفريزر، جايبه قرنبيطه عملتها قرنبيطه كبيره كده، عملتها على 4 اكياس. فطبعا طلعت منها كيس زي ما انتم شايفين كده اهي. في القرنبيط جميل جدا جدا. فالميه تغلي يا دوبك هسلقه. انا بحطه كده يعني بحطه من غير سليم من غير اي حاجه، يا دوب بحطه وبطلعه بقى ايه وبسلقه عادي زي ما بجيبه عادي كده، بيبقى لسه طازه ونسلقه. وعندي طبعا 5 بيضات. 5 بيضات على حسب بقى البيض اللي يعني حسب عدد البيض اللي عندك، اللي موجود عندك 5 2 3 اللي موجود عندك. كوبايه دقيق وخضره مشكله، شبت وبقدونس وكزبره. وعندي بصلايه وبصلايه اهي مخرطه مربعه قطع صغيره. وعندي بطاطايه بشراها. فهنعمل بقى ايه؟ نعمل حاجه جميله وخفيفه، تبقى غداء جميل قوي 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 خفيف. والصيف ده بصراحه بيبقى يعني صعب في اكله، بيبقى عاوز يعني الاولاد بيبقوا عاوزين حاجات ايه نواشف. يعني الطبيخ والحاجات دي بتبقى تقيله في الصيف. فعليه لما الواحد بيعمل ايه الطبيخ او بيعمل اكل دسم، واكتر حاجه بيبقى النواشف. فانا دي اكله تبقى جميله وخفيفه وفي نفس الوقت ولادك هيحبوها جدا جدا. دخلي فيها اي حاجه عندك، لو ما عندكش قرنبيط بطاطس خضر اعملي اللي موجود عندك، اعمليه ما تقفيش على اي حاجه. بس انا عشان عندي قرنبيط فبحب ادخله مع الحاجه دي. زي ما شايفه كده الميه غلت، فانا انزل بالقرنبيط. انا كنت مطلعه الكيس فك كده وهسلقه عادي. سلقت القرنبيط زي ما انتوا شايفينه كده، لسه سخنه. اسيبه لما يبرد خالص واقطعه قطع ايه صغيره جدا. بس دلوقتي اسيبه لما يتهوى. حطيت الطاسه مكانها كده على النار، وايه واحط فيها حبه زيت كده. يعني بتاع نص كوبايه كده. انزل بقى ببصلايه كده، واشوحها شويه. وكده شوحت البصلايه معايا، انزل بالايه بطاطس كده بشراها واقلبها كده شويه مع البصلايه. نرش بقى فلفل اسود كده عليها، بهارات كده عندك، اي بهارات عندك كده، بهارات كده البطاطس، اي بهارات عندك. رشة ملح يعني بتاع نص معلقة كده صغيرة. نقلبها كده كويس. وكده انا طفيت عليها خلاص، واركنها لما تبرد خالص. طبعا القرنبيط نعمل ايه؟ نخرطه زي كده اهي. نبدأ بقى نخرطه كده مكعبات او تقطيع كده صغير زي ما انتوا حابين. تعال بقى نعمل ايه؟ نحط بقى نجهز بقية المكونات. معايا دلوقتي 5 بيضات كده، نضربهم كده. نحط الفلفل الاسود، كوبايه الدقيق،
عملتها زي ما انتوا شايفين كده، يعني دي والبيض كده. نحط بقى البهارات، كزبره، حبه كمون كده، معلقه، 7 بهارات، معلقه كده، الملح نحط كده معلقه ونص كده، وطبعا اضافهم كده كتير. نص بقى معلقه بيكنج باودر، نص كده، نص معلقه اهي، نص معلقه بيكنج باودر كبيره. انزل بقى بالخضره، حبه خضره كده، خضره كده مشكله، الايه، الارنبيط اللي مقطعينه قطع صغيره. انزل بالبطاطس بعد ما بردت كده، بصوا البصل بعد ما بردوا لازم نسيبهم يبردوا شويه. ونقلبهم كده كويس كده. حبه ماء صغيرين خالص، بتاع اقل من نص كوبايه كده نحطها. عادي مش هتعمل اي حاجه لان فيها الدقيق والبيض، وفيها التوابل، خلي ريحتها وطعمها حلو قوي. طاسه زي كده فيها حبه، قصدي عصره، صينيه زي كده فيها حبه زيت كده، وندهنها بيها كده زي كده بالظبط اهي. ننزل بالخليط كل ده، ونسويها كده. حبة زيتون بقى عندك، اي زيتون عندك، ما عندكيش خلاص، عندك جبنه موزاريلا، جبنه شيدر، جبنه ميكس ماشي، بس عشان ما عنديش طبعا وعندي زيتون، فانا حبيت ان انا احط لها الزيتون ده، بيخلي ريحتها وطعمها جميل جدا كده. زي كده، ونضغط عليها كده بالظبط. نيجي طبعا اهي زي ما حطاها كده اهي، بصي كده مظبوطه ازاي. فهحطها بقى الفرن، يكون مشغلاه قبلها كده بربع ساعه و10 دقايق، واحطها بقى جوه الفرن، هتطلع لك بقى الريحه والطعم جميله جدا، خرافه بجد. دي تبقى وجبه غداء حلوه قوي قوي قوي. بتاع بقى كده انا خلاص خلصتها زي ما انت شايفين، طلعتها كده من الفرن. جميله جدا جدا، بس منفوخه ازاي، حلوه قوي قوي قوي، ريحتها تجنن بجد، ريحتها حلوه قوي 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 جدا. آه جربوها تعجبكم جدا، سهله وبسيطه، مخش اي وقت خالص او اي مجهود. طبعا اي مكونات عندك، اي حاجه عندك، ممكن بطاطس، جزر، فاي حاجه عندك اعمليها وجبه غدا زي كده،
هتعجبك وهتعجب ولادك، هتبقى حاجة حلوة قوي 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 جميلة. فاني دوبك كسرت اللون بالفلفل والطماطمية كده. فيا رب بقى ايه يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان طبعا يوصلكم كل جديد. ولكم دايما اسيبكم في رعاية الله. ما تنساش تشكروا الله يذكركم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.